يا عم 6 دقايق وقت بدل ضايع ايه يعني؟ ده ماتش لو كمل 6 ساعات 6 ساعات ما حد هيعمل حاجه يعني عيان بيزق في ميت. يعني جوزيه جوميز طول الماتش بيلعب بخط نص، يعني ما تعرفش هو ايه وظيفته في الحياه، ولا بيدافع ولا بيهاجم. وما شاء الله ايهاب جلال يا جماعه بيلعب قدام فريق يعني اللي هو ايه، بيقول له تعالى اكسبني، تعالى اهجم عليا، اعمل مرتدات عليا، ومصر على ان هو يدافع. ما شاء الله يعني الماتش شغال، واعتقد يعني ان هو هيخلص بنفس الطريقه دي، مش هيحصل فيه اي حاجه. بس الاستفاده بقى من ماتش النهارده ايه يا جماعه؟ ان انا جبت لكم اجابه السؤال اللي الشعب المصري كله بجماهير الكوره بيسالوه خلال السنين اللي فاتت: هو ليه النادي الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه؟ يعني لو خرجنا بدرس مستفاد من الماتش النهارده اقدر اقول لك ان انا هجاوب لك على السؤال ده. ليه الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه؟ انا طول الماتش يا جماعه قاعد بشبه على ارضيه الملعب. تكونش دي جنينه الميريلاند؟ يعني دي الميريلاند، بس انا اللي اعرفه ان الميريلاند اللي في مصر الجديده دي طوروها، يعني جددوا الجنينه فيها وعملوا شويه شغل وحبشتكنات كده وعلوا التذكره. طيب تكونش حديقه الطفل اللي في مدينه نصر؟ يعني انا ما رحتهاش ما رحتهاش بقى لي سنين. كنت ايام زمان كده وانا صغير كنت بروح انا واصحابي نروح نلعب كوره هناك، ايام ما كان لسه قبل ما يخترعوا ملاعب والكلام ده. بس كانت ارضيتها انضف من كده. تكونش الفسقيه اللي في نص صلاح سالم في وسط الطريق دي؟ يعني اي حاجه من دول والله يعني ارضيتها هتبقى انضف من الملعب اللي انا بتفرج عليه النهارده ده. شوفوا انا اهلاوي اهو، ولا بحب لعيبه الزمالك ولا بحب لعيبه الاسماعيلي، واي حد زملكاوي او اسماعيلاوي عنده شعور متبادل زي العبد لله كده مع لعيبه النادي الاهلي. لكن انا والله بتفرج على الماتش النهارده يا جماعه وانا خايف على لعيبه الفريقين. كل التحام النهارده او كل لاعب بيتحرك بالكوره، انا اول لما يحصل له كعبله اقول بس الواد ده هيقوم صليبي، الواد ده هيقوم في حاجه مش ممكن يا جماعه. مش ارضيه ملعب ابدا النهارده. كل لعيب بيدوس برجليه على الارض بيطلع بمترين نجيله في رجليه. مش ارضيه ملعب بتاع بني ادمين طبيعيين. يعني لو حد يعني بيتكلم على ان الدوري ان شاء الله هيتشفر كده وفي قنوات عربيه هتاخد حق التشفير، احنا هنتفضح. ده مش منظر ارضيه ملعب فريق عريق في الدوري المصري. يعني دي اجابه سؤال ليه النادي الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه. خلاف كده يعني الماتش النهارده والله لو استمر 6 ساعات خلاص الماتش خلاص، يعني فاضل له دقيقه ويخلص. لو استمر 6 ساعات هيفضل بنفس الطريقه دي. ليه؟ اكيد الزمالك عنده صفقات كتيره، لسه الفريق مش منسجم. المدير الفني اول ماتش ليه، ما خلينا نتكلم كلام منطقي يعني المدير الفني لسه بيجرب وبدا بشويه صفقات كده. النهارده ادائهم كان عادي جدا. يعني محمد شحاته خرجوا قبل الشوط الاول عشان الولد نازل متحمس وجرينتا وعايز يثبت نفسه وكده، يعني خد انذار قال لك بس طلعه شده قبل ما ياخد انذار الثاني. عبد الله السعيد مش فاهم ازاي ما قعدوا 96 دقيقه، لان عبد الله السعيد من اول دقيقه واضح ان في حاجه غلط. يعني اسوا لعيبه نادي الزمالك رقميا، وده طبيعي طبيعي على اي صفقه. انا ما بتكلمش بقى على لاعب كبير، لاعب صغير. يمكن ناصر ماهر نزل ادى شويه، عمل خطوره شويه، لكن من اول الماتش لنهايته ما تعرفش يعني. جوزيه جوميز مصر على تشكيله خط نص كده مش هتوديه في حته. في نفس الوقت ايهاب جلال يعني هو عنده هيدافع من اول الماتش لنهايه الماتش، يلعب مرتدات، رغم ان النهارده كل مرتده نادي الاسماعيلي ياخدها يمسك الكره في رجليه بيروح ما شاء الله دفاع شوارع في نادي الزمالك. انا النهارده بتفرج على الزمالك مش عشان اشوف هو هجوميا هيعمل ايه، لا دفاعيا في وسط الصفقات الكتيره اللي هتتحط النهارده في الملعب دي، اداء الفريق دفاعيا هيبقى عامل ازاي. فالزمالك عنده مشكله كبيره جدا. الصفقات الجديده كلها معظمها على مستوى خط النص، حتى هجوميا مفيش. النادي الاسماعيلي النهارده انا شايف ان هو ضيع فوز مهم جدا على ارضه وسط جمهوره، وكان يقدر يعمل افضل من كده. خلاف كده الماتش النهارده والله لو استمر يعني اكتر من كده ما كان هيحصل فيه اي حاجه. فهو ده السبب يا جماعه. فنداء لمن يهمه الامر دي مش ارضيه ملعب يا جماعه تشرف، سواء اتفرجنا عليها بره او لعيبه تلعب عليها. انتوا كده بتعرضوا استثمارات لعيبه بملايين للانديه بتاعتها لخطر. النهارده يعني الحمد لله ربنا قدر ولطف، يعني انا بتابع الماتش ما شفتش النهارده لعيبه خرجت مصابه، لكن ان يبقى ملعب زي ده بتتلعب عليه كوره حرام يا جماعه. والله انتوا كده بتتسببوا ان ممكن في ناس يتقطع عيشها. دي كده ناس ممكن تتاذي في اكل عيشها. حرام عليكم يعني، راعوا ربنا في اللعيبه اللي موجوده اللي مستقبلها ممكن يضيع على ارضيه ملعب زي دي. فان شاء الله كمان شويه حلقه بالليل هيبقى فيها اخبار كتيره جدا وتعليق على زياره كابتن محمود الخطيب والاستفزازات اللي بدات من الجانب الزملكاوي. اخبار كتير، تابعونا في حلقه بالليل ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله، وشكرا لكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.